مرحبا على أحلى متابعين مطبخ شموسة. واليوم وصفتنا هي الكب كيك بأسهل طريقة. عندنا هنا قلاصين من الطحين، كل قلاص تقريبا 130 جرام من الطحين، يعني القلاصين راح أحتاج بيها 260 جرام من الطحين، نص قلاص من الكاكاو الباودر، وظرف من البيكنج باودر، ونص خاشوقة استكان من البيكنج صودا، وشوية ملح، ونخلطها كلش زين حتى تتجانس وتتوزع. عندي البيكنج باودر، بيكنج صودا، والملح يتوزع بشكل صحيح بالطحين. هنا عندي راح اخلي بيضتين، هاي وحدة وهذه الثانية، راح اخلي عليها قلاص شكر وظرف فانيلا، وراح اخلطها كلش زين الى ان عندي الخليط كلش يتجانس ويصير مثل كريمة ويصير لونه على بياض. انه تبيض عندي بهالطريقة هذا، بهالشكل هذا. بعد ما صارت عندي بهذا القوام راح اخلي نص قلاص زيت. طبعا مثل ما تعرفون احنا دائما نستخدم نفس المقدار، نفس القلاص او الكوب. شوف هو شنو اللي استخدمناه، هو نفسه نستخدمه بكل المكونات. وهسه راح اخلي عليها قلاص حليب سائل. هسه عندي المكونات كلها تجانست، راح نبدي ندور المكونات السائلة على المكونات الجافة ونخلط. طبعا أنا هنا خلطت المكونات السائلة ويا المكونات الجافة خلطة سريعة، وكملتها بالخاشوقة بالسباتولا، خلطتها من الخارج إلى الداخل. ومن نخلط الكيك هواية لأنه الطحين يشتغل الجلوتين بيه وما يخليها تنفش، والبيكنج باودر يفقد فعاليته. وأخير شي راح أخلي حبيبات الشوكو شيبس وأخلطها وياها بهالشكل. اللي ما متوفر عنده هذه الحبيبات من الشوكو شيبس يقدر أي قالب نستوي قطع على شكل مكعبات صغيرة ويضيفها إلى راح تشتغل وتجيب نفس النتيجة. وهنا أنا حطيت القوالب الورقية بداخل القالب، بديت أصب الخليط. حاولوا لا تترسون الكبس هواية بالخليط الكيك، يعني هذه الكمية مناسبة اللي هي شوية فوق الوسط حتى ننطيها مجال انه تنفش شوية. وهسه راح اخلي على الوجه شوية من حبيبات الشوكو شيبس. وهسه راح ندخلها بالفرن على درجة حرارة 180 ونعلق الفوق والجوا، ونخليها بالفرن مو بالوسط، الطبقة اللي جوا الوسط، ونتركها 20 دقيقة. وهسه صار عندنا الكيك جاهز. يا سلام! حتى نعرف انه الكيك مالتنا صار، نجيب اي عود خشبي ندخله بهالشكل هذا. اذا طلع العود نظيف ما بيه اي عجين نعرف انه معناتها الكيك مستوي. نقدر انه نخلي قطع من المستلة على الكب كيكس بهالشكل هذا، او نخليه سادة ونزينه بشوية كريمة وعليها شوية سكاكر خاصة بالنسبة للأطفال. أنا هنا خلطت كريمة وخليتها بكيس الحلواني وراح أزين بيها الكب كيك. نحاول ننزلها لي جوا، نضغط عليها ونطلع كل الهواء اللي بداخلها بهالشكل، وبعدين شوية نطلع من الكريم حتى نضمن انه خلاص طلع كل الهواء اللي بيها، ونبدي نشتغل بالكريمة. وهسه صار عندنا الكب كيك جاهز، راح نجرب نفتح واحدة. واو يا سلام! أحلى كب كيك. كلش طيب، هش وكلش طيب. سهمكم ألف عافية.
إذا عجبتكم الطريقة لا تنسون تخلون اللايك على الفيديو وتفعلون جرس الاشتراك بقناة مطبخ شموسة.